بسم الله الرحمن الرحيم. حبايبي طلاب الصف الثالث الاعدادي، اهلا ومرحبا بكم. ان شاء الله النهارده نحل مع بعض اهم الاسئله اللي ممكن تجينا على الدرس الرابع من الوحده الثالثه من ماده التاريخ، محمد علي وبناء مصر الحديثه. هنحل مع بعض اهم الاسئله اللي موجوده في كتاب الامتحان. اول سؤال معانا: اختار الاجابه الصحيحه مما بين القوسين. واحد: أي من الإجراءات التالية تعبر عن النظام الاقتصادي الذي طبقه محمد علي بمصر؟ جايب اختيارات: زيادة حجم الواردات المصرية، ولا إحلال الأيدي العاملة الأجنبية بدلا من المحلية، ولا زيادة حجم الصادرات المصرية، ولا الاستغناء عن أي خبرات أجنبية؟ طبعا احنا عارفين ان محمد علي طبق نظام الاحتكار. نظام الاحتكار هو نظام بتقوم فيه الحكومة ممثلة في شخص محمد علي بتحديد نوع الغلات اللي بتزرع ونوع المصنوعات التي تنتج وتحديد أثمان شرائها وأثمان بيعها في السوق. طبعا عرفنا ان نظم محمد علي مجالات الاقتصاد المصري على هذا النظام، سواء في الزراعة او في الصناعة او في التجارة، لكي يضمن الدخول في سوق التجارة الدولية منافسا لغيره من الدول. يبقى طبعا أدى ذلك إلى زيادة حجم الصادرات المصرية. طيب السؤال الثاني: توترت العلاقة بين محمد علي والسلطان العثماني عقب حروب السودان، ولا شبه الجزيرة العربية، ولا الشام، ولا اليونان؟ طبعا توترت العلاقة بين محمد علي والسلطان العثماني عقب حروب اليونان. ده طبعا كان بسبب علو مكانة مصر دوليا نتيجة تفاوض الدول الأوروبية مباشرة مع محمد علي لإنهاء الحرب دون الرجوع إلى السلطان العثماني. طبعا وأهم النتائج اللي ترتبت على ذلك هو توتر العلاقة بين محمد علي والسلطان العثماني، ومن ناحية تانية نمو فكرة الانفصال عن الدولة العثمانية وتحقيق استقلال مصر. لذلك طبعا توترت العلاقة بين السلطان العثماني ومحمد علي. طيب السؤال الثالث: كان من إصلاحات محمد علي في مجال الزراعة جايب اختيارات: الاستثمارات الأجنبية، ولا إلغاء المحاصيل التقليدية، ولا الاهتمام بالري والتعليم المتخصص، ولا اتباع نظام الالتزام؟ طبعا هنختار الاهتمام بالري والتعليم المتخصص. عرفنا طبعا من أهم إصلاحات محمد علي في مجال الزراعة هو طبعا إلغاء نظام الالتزام وتوزيع مساحات من الأراضي على الفلاحين، واتباع سياسة زراعية بتهدف إلى توفير أكبر قدر من الدخل من الإنتاج الزراعي، اللي كان من أهمها طبعا تزويد الفلاحين بكل ما يلزم في مجال الزراعة، إدخال أساليب حديثة وغلات زراعية جديدة، إنشاء مدرسة للزراعة، واستخدام الخبراء الزراعيين من الخارج للتعليم في هذه المدرسة، وتحسين طرق الري، فقام بحفر ترعة المحمودية وأنشأ العديد من القناطر على النيل، اللي أهمها طبعا القناطر الخيرية. يبقى دي أهم إصلاحات محمد علي في مجال الزراعة. طيب السؤال اللي بعد كده سؤال رقم 4: سيطر محمد علي على الصناعة من خلال شراء المنتجات الصناعية، ولا مراقبة الأسواق، ولا فرض الضرائب، ولا مراقبة الصناع؟ طبعا احنا عرفنا ان في مجال الصناعة ايضا طبق محمد علي بنظام الاحتكار في الصناعة، وقام باتباع سياسة بتهدف الى السيطرة على الانتاج الصناعي وتوزيعه من خلال: اول حاجة امداد الصناع بالمواد الخام اللازمة للصناعة. 2 شراء المنتجات الصناعية منهم بالثمن الذي تحدده الحكومة. يبقى هنختار شراء المنتجات الصناعية. رقم 5: أكثر من تضرر من سياسة محمد علي الاقتصادية هم الصناع، ولا التجار، ولا البدو، ولا طوائف الحرف؟ طبعا هم التجار، لأن اختفت في عهد محمد علي طبقة التجار. سؤال 6: من القوة الاجتماعية التي استمرت في ظل نظام الاحتكار كوسطاء للحكومة؟ طبعا هم طوائف الحرف. طوائف الحرف هي الطبقة الاجتماعية أو القوة الاجتماعية اللي استمرت في ظل نظام الاحتكار كوسطاء للحكومة. السؤال رقم 7: زادت حاجة الحكومة المصرية في عهد محمد علي إلى عمال الزراعة، ولا الموظفين والفنيين، ولا التجار والحرفيين، ولا علماء الدين؟ طبعا زادت حاجة الحكومة المصرية في عهد محمد علي إلى الموظفين والفنيين. طبعا ذلك بسبب طبعا احتاج لموظفين لسد حاجة المصالح الحكومية، وفنيين ومتخصصين في مختلف الفروع، وكان ذلك لسد حاجة الجيش والأسطول. وده طبعا اللي جعل محمد علي بيهتم بالتعليم والثقافة لحاجته إلى موظفين لسد حاجة المصالح الحكومية،
وفنيين ومتخصصين في مختلف الفروع لسد حاجة الجيش والأسطول. طيب بعد كده السؤال رقم 8. أصدر محمد علي لائحة جديدة عام 1837 ميلاديا لإعادة تنظيم الإدارة بمصر بهدف جايب اختيارات: الاستقلال عن الدولة العثمانية، ولا إقرار الأمن، ولا تحديد عمل دواوين الحكومة، ولا مواجهة الأخطار الخارجية. طبعا أصدر محمد علي لائحة جديدة عام 1837 ميلاديا لإعادة تنظيم الإدارة بمصر بهدف تحديد عمل دواوين الحكومة، لأن احنا طبعا عرفنا أن قسم محمد علي مصر إداريا إلى 7 مديريات، وأنشأ عدة مجالس ودواوين زي طبعا منها الديوان العالي ومجلس المشورة. بعد كده السؤال رقم 9. أنشأ محمد علي مدرسة عسكرية في القاهرة، ولا بولاق، ولا الإسكندرية، ولا أسوان؟ طبعا أنشأ محمد علي مدرسة عسكرية في أسوان. السؤال رقم 10. تشابهت حروب محمد علي في شبه الجزيرة العربية مع حروبه في اليونان في أن كل منهما تمت استجابة لأوامر السلطان العثماني. طيب السؤال رقم 11. ارتفعت مكانة مصر دوليا بعد حروب محمد علي في طبعا اليونان. عرفنا لأن بعد حروب اليونان بدأت تعلو مكانة مصر دوليا نتيجة تفاوض الدول الأوروبية مع محمد علي مباشرة لإنهاء الحرب دون الرجوع إلى السلطان العثماني. ده اللي أدى إلى علو مكانة مصر دوليا بعد حروب محمد علي في اليونان. طيب السؤال رقم 12. أصبح محمد علي خطرا على التوازن الدولي من وجهة نظر الدول الأوروبية، خاصة بعد حروب جايب شبه الجزيرة العربية، الشام، السودان، اليونان. طبعا بعد حروب الشام، بعد حروب الشام زي ما قلنا بسبب ان طبعا نتيجة انتصارات محمد علي على السلطان العثماني وازدياد نفوذه ووصول القوات المصرية إلى الشام وإعادة الفرات وامتداد النفوذ المصري في بلاد الشام. كل ذلك أدى إلى طبعا أن أصبح محمد علي خطرا على التوازن الدولي من وجهة نظر الدول الأوروبية، خاصة طبعا بعد حروبه في الشام. طبعا سؤال رقم 13. تضمن الفرمان الثاني لعام 1841 ميلاديا ولاية محمد علي على طبعا جايب مصر ولا السودان ولا الشام ولا شبه الجزيرة العربية؟ هنختار السودان. يبقى أصبح محمد علي بعد صدور الفرمان الثاني عام 1841 ميلاديا واليا على مصر والسودان. طيب بعد كده السؤال الثاني. أكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة مع التصويب. 1. شملت حدود الدولة المصرية في عهد محمد علي إحدى الجزر الأوروبية؟ طبعا الإجابة صحيحة، لأنها شملت جزيرة كريت اللي استولى عليها محمد علي طبعا بعد حروب اليونان. ضم محمد علي جزيرة كريت لولاية مصر. السؤال الثاني. ظل الفلاح منتفعا بالأرض الزراعية في ظل نظام الاحتكار الاقتصادي؟ طبعا الإجابة صحيحة. السؤال الثالث. تضاءل نفوذ علماء الأزهر والقيادات الشعبية في عهد محمد علي أثر تطبيق نظام الاحتكار؟ طبعا الإجابة صحيحة. السؤال الرابع. نتج عن سياسة محمد علي الاقتصادية ظهور طبقة عمال الصناعة؟ الإجابة صحيحة، لأن محمد علي طبعا زي ما قلنا اهتم بالصناعة وأنشأ مدارس لتعليم الصبية الصناعة، واستخدم ليهم معلمين ومتخصصين من الدول الأوروبية. السؤال رقم 5. أنشأ محمد علي المدارس الحديثة ومنها مدرسة الزراعة؟ الإجابة صحيحة. سؤال 6. أهمل محمد علي ترجمة الكتب الخاصة بالصناعات المختلفة؟ طبعا الإجابة خطأ، لأنه هو اهتم بترجمة الكتب الخاصة بالصناعات المختلفة، لأنه هو طبعا اهتم بالصناعة والزراعة زي ما قلنا، اهتم بجميع مجالات الاقتصاد المصري. رقم 7. الاهتمام بالجيش كان محور سياسة محمد علي الإصلاحية؟ الإجابة صحيحة، لأنه هو طبعا أدرك أن بناء البناء الدعامة الرئيسية للدولة هو بناء الجيش. لذلك ان محمد علي طبعا اهتم بالجيش، لانه طبعا عرف ان القوة العسكرية
هي الدعامة الأساسية لتحقيق أهدافه في بناء الدولة الحديثة. لذلك إن هو كان جميع مشروعاته العمرانية والتعليمية بهدف سد حاجات الجيش وبناء القوة العسكرية. بعد كده السؤال رقم 9، اعتمد محمد علي في إعداد الجنود على المصريين ثم السودانيين. طبعا الإجابة خطأ، يبقى الإجابة خطأ. يبقى اعتمد محمد علي في إعداد الجنود على السودانيين ثم المصريين. يبقى الأول السودانيين ثم اعتمد بعد كده على المصريين. طيب السؤال اللي قبليه السؤال رقم 8، استفاد محمد علي من الخبرات الفرنسية في تنظيم الجيش. طبعا الإجابة صحيحة، لأن احنا عرفنا أن محمد علي قام باستخدام ضباطا ومعلمين ذوي خبرة ودراية من أوروبا للمدارس العسكرية اللي أنشأها، اللي كان من أشهر هؤلاء الضباط اللي استخدمهم والمعلمين هو الكولونيل سيف، اللي كان أحد ضباط جيش نابليون. طيب بعد كده السؤال رقم 10، أنشأ محمد علي ترسانة بحرية في أسوان لصناعة السفن. الإجابة طبعا خطأ، أنشأ محمد علي ترسانة بحرية في بولاق لصناعة السفن، يبقى في بولاق ثم في الأسكندرية. سؤال رقم 11، قسم محمد علي مصر إداريا إلى 7 مديريات. الإجابة صحيحة. سؤال 12، انتهت معركة نافارين 1827 ميلاديا بتحطيم الأسطول المصري. الإجابة صح. سؤال 13، كانت النتائج النهائية لحروب اليونان كارثة على محمد علي. طبعا الإجابة خطأ، لأن نتائج حروب اليونان كانت فتحة خير على محمد علي، لأن طبعا من أهم نتائج حرب اليونان هو ضم محمد علي لجزيرة كريت لولاية مصر. وتاني حاجة هو طبعا علو مكانة مصر دوليا نتيجة تفاوض الدول الأوروبية مع محمد علي مباشرة لإنهاء الحرب دون الرجوع إلى السلطان العثماني. طيب بعد كده السؤال رقم 14، قضى فرمان يونيو 1841 ميلاديا بحق وراثة حكم مصر لأكبر أبناء محمد علي سنا من الذكور. طبعا الإجابة صحيحة. طيب السؤال رقم 3، أكتب ما تشير إليه كل عبارة مما يأتي. 1، من المنشآت التي أنشأها محمد علي على نهر النيل لتحسين طرق الري. طبعا دي القناطر الخيرية. 2، حروب دخلها محمد علي بناء على طلب السلطان العثماني انتهت بتوتر العلاقة بينهما. هي طبعا حروب اليونان. 3، معاهدة دولية فرضت على محمد علي عام 1840 ميلاديا من الدول الأوروبية خشية ازدياد نفوذه. هي معاهدة لندن الدولية. السؤال رقم 4، صوب ما تحته خط. نظم محمد علي الاقتصاد المصري على أساس نظام الالتزام. طبعا نظم محمد علي الاقتصاد المصري على أساس نظام الاحتكار. 2، اهتم محمد الألفي بتأمين الطرق البرية والبحرية كما اهتم بالموانئ. طبعا اهتم محمد علي بتأمين الطرق البرية والبحرية كما اهتم بالموانئ. 3، أنشأ محمد علي المطبعة الأميرية في القلعة. يبقى أنشأ محمد علي المطبعة الأميرية في بولاق. طيب بعد كده السؤال بما تفسر. سؤال رقم 5، بما تفسر. 1، نظم محمد علي مجالات الاقتصاد المصري على أساس نظام الاحتكار. طبعا لكي يضمن الدخول في سوق التجارة الدولية منافسا لغيره من الدول. يبقى نظم محمد علي مجالات الاقتصاد المصري على أساس نظام الاحتكار لكي يضمن الدخول في سوق التجارة الدولية منافسا لغيره من الدول. 2، بما تفسر ازدهار الزراعة في مصر في عهد محمد علي. زي ما لسه قايلين السؤال ده، لأن محمد علي قام ب 1، إلغاء نظام الالتزام وتوزيع مساحات من الأراضي الزراعية على الفلاحين. 2، اتباع سياسة زراعية بتهدف إلى توفير أكبر قدر من الدخل من الإنتاج الزراعي من خلال 1، تزويد الفلاحين بكل ما يلزم الزراعة. 2، إدخال أساليب حديثة وغلات زراعية جديدة. 3، إنشاء مدرسة للزراعة واستخدام الخبراء الزراعيين من الخارج. 4، تحسين طرق الري فقام بحفر ترعة المحمودية وإنشاء العديد من القناطر على النيل أهمها القناطر الخيرية. يبقى ده سؤال بما تفسر ازدهار الزراعة في مصر في عهد محمد علي.
طيب السؤال رقم 3، بما تفسر ازدهار التجارة في مصر خلال عهد محمد علي بسبب ازدهار الزراعة والصناعة والاستقرار الداخلي للبلاد. طبعا ازدهار الزراعة والصناعة والاستقرار الداخلي للبلاد كل ده أدى إلى ازدهار التجارة في مصر خلال عهد محمد علي. السؤال الرابع، اهتمام محمد علي بالتعليم والثقافة في مصر زي لسه قايلين بردك بسبب حاجته إلى موظفين لسد حاجة المصالح الحكومية، 2 فنيين ومتخصصين في مختلف الفروع لسد حاجة الجيش والأسطول. هو ده اللي جعل محمد علي بيهتم بالتعليم والثقافة في مصر. طيب السؤال رقم 5، بما تفسر إنشاء محمد علي المطبعة الأميرية في بولاق وبهدف أول حاجة طبع الكتب اللازمة للمدارس، 2 طبع الكتب الأدبية والفنية، 3 إصدار صحيفة الوقائع المصرية. طيب السؤال رقم 6، بما تفسر اهتمام محمد علي ببناء القوة العسكرية لمصر لأنه أدرك أن بناء القوة العسكرية هي الدعامة الأساسية لتحقيق أهدافه في بناء الدولة الحديثة، فكانت جميع مشروعاته العمرانية والتعليمية بهدف سد حاجات الجيش وبناء القوة العسكرية. سؤال رقم 7، بما تفسر الاهتمام بالتنظيمات الإدارية في عهد محمد علي حتى يستطيع السيطرة الكاملة على شؤون البلاد. 8، بما تفسر حروب محمد علي في شبه الجزيرة العربية واليونان. طبعا الأول حروب محمد علي في شبه الجزيرة العربية من أجل القضاء على الحركة الوهابية التي تهدد نفوذ الدولة العثمانية في الجزيرة العربية، وده كانت طبعا تنفيذا لأوامر السلطان العثماني. حروب محمد علي في اليونان دي كانت من أجل القضاء على ثوار اليونان في بلاد المورة الذين طلبوا بالاستقلال عن الدولة العثمانية، وكانت هذه الحروب أيضا تنفيذا لأوامر السلطان العثماني. طيب السؤال رقم 9، بما تفسر حروب محمد علي في السودان بسبب رغبة محمد علي في تحقيق مكاسب سياسية واقتصادية وعسكرية. السؤال رقم 10، بما تفسر حروب محمد علي في بلاد الشام بسبب توتر العلاقات بين محمد علي والسلطان العثماني بعد تفاوضه مع الدول الأوروبية لتأمين انسحاب الجيش المصري من المورة. 2 تصميم محمد علي على الانفصال عن الدولة العثمانية والاستقلال بمصر. السؤال رقم 11، بما تفسر تدخل الدول الأوروبية أمام ازدياد نفوذ محمد علي بسبب إدراك الدول الأوروبية أن محمد علي أصبح يمثل خطرا على التوازن الدولي نتيجة انتصاراته على السلطان العثماني وازدياد نفوذه. طيب السؤال رقم 6، ما النتائج المترتبة أو ما النتائج التي ترتبت على 1 جمع محمد علي الصبية للعمل في مصانع الدولة بأجور رمزية. طبعا ترتب على ذلك أن أصبحت هذه المصانع بمثابة مدارس صناعية، وازدهرت طبعا حركة الصناعة في مصر. 2، ما النتائج اللي ترتبت على حروب محمد علي في شبه الجزيرة العربية؟ ترتب على ذلك سيطرة محمد علي على الجزيرة العربية. 3، ما النتائج اللي ترتبت على ضم محمد علي للسودان؟ ترتب على ذلك 1 امتداد النفوذ المصري إلى جنوب السودان، 2 إنشاء مدينة الخرطوم العاصمة، 3 اكتشاف منابع نهر النيل. 4، ما النتائج اللي ترتبت على حروب محمد علي في بلاد اليونان؟ ترتب على ذلك تحطيم الأسطول المصري في معركة نافارين عام 1827 ميلاديا، 2 ضم جزيرة كريت لولاية مصر، 3 علو مكانة مصر دوليا نتيجة تفاوض الدول الأوروبية مع محمد علي مباشرة لإنهاء الحرب دون الرجوع للسلطان العثماني. 5، ما النتائج اللي ترتبت على حروب محمد علي في بلاد الشام؟ ترتب على ذلك وصول القوات المصرية إلى الشام وأعالي الفرات وامتداد النفوذ المصري في بلاد الشام. طيب كده احنا نكون خلصنا مع بعض جزء من حل الأسئلة كتاب الامتحان. ان شاء الله نكمل مع بعض باقي حل الأسئلة وان شاء الله بالنجاح والتوفيق. تابعوني. كانت معكم مس أماني علي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.